أهلا بيكم. أنا اسمي توت. ما تستغربوش، أصل بابا ربوني على حب مصر وتاريخها وحضارتها، وهو دايما كان بيفتخر بحضارة أجدادنا المصريين القدماء، ومنبهر جدا بآثار الملك توت عنخ آمون، وعشان كده سماني على اسمه. من وأنا صغير وأنا بحب الحضارة المصرية، بحب كل حاجة فيها، بس كان دايما في سؤال بيشغل بالي: إزاي أجدادنا المصريين بنوا حضارة عظيمة لدرجة إن آثارها موجودة بعد مرور أكتر من 5000 سنة؟ أنا زرت معظم الأماكن الأثرية من أسوان لحد اسكندرية، بس الزيارة دي كانت حاجة دنيا خالص، لأننا هنزور المتحف المصري الكبير اللي مخبي أسرار كتير لازم نعرفها ونكتشفها. يوم الزيارة كان أجمل يوم في حياتي، وأغرب حاجة حصلت لي كمان في حياتي. وقفنا كلنا قدام المتحف الكبير مبسوطين ومستنيين ندخل. صباح الخير يا ولاد، جاهزين لجولة جديدة في حضرة أجدادكم؟ المدرسة قالت لنا إن في مسابقة، اللي هيقدم موضوع تعبير عن سر عظمة الأجداد هيكسب دعوة لحضور حفل الافتتاح الكبير اللي العالم كله هيشوفه. دلوقتي هنبدأ جولتنا في المتحف المصري الكبير. ما تنسوش تعليمات التجول في المتحف، وكمان ما تنسوش المسابقة اللي اتفقنا عليها. دخلنا قاعة المتحف، تماثيل ضخمة حوالينا وتوابيت فرعونية كأنها بتحكي حكايات. كل أثر فيهم بيقول إحنا كنا هنا وبنينا حضارة ما زالت حاضرة وبتشهد على تاريخنا. وأنا ماشي كنت بفكر، إيه السر في عظمة الأجداد؟ السحر معقولة؟ ولا يمكن كائنات فضائية؟ ولا يمكن قوة خارقة؟ ليه لأ؟ إحساسي بيقول لي السر أبسط من كده، حاجة مش بناخد بالنا منها. وفجأة وسط أفكاري دي حصلت حاجة فوق الخيال. وقفت قدام تمثال توت عنخ آمون، الملك توت عنخ آمون بيبصلي كأنه حي. سمعت صوت بيكلمني، صوت جاي من بعيد، مش مصدق عينيا. الملك توت عنخ آمون ردت فيه الروح وبيكلمني وبيقولي: توت قرب يا توت، ما تخافش. توت قرب يا توت، ما تخافش. أنا جاي عشان أقولك إن أجدادك اختاروك عشان تعرف السر. عايز تعرف السر؟ تعال معايا في رحلة عبر الزمن. بص يا توت، دي أرض مصر زي ما هي من آلاف السنين. هنا بيجري نهر النيل زي الشريان، بيمنح الحياة لكل اللي حواليه. أجدادك عرفوا إن الزراعة مش بس عمل وحرفة، بل إنها بداية الحياة نفسها. بيتعلم الأب من الجد والابن من أبوه. هنا أجدادك كانوا بيزرعوا الحب زي ما بيزرعوا القمح. هنا أجدادك كانوا بيسقوا الأرض جهد وعلم وعمل وإخلاص. تطورنا في الزراعة يا توت كانت الخطوة الأولى في بداية حضارتنا. توت اصحى يا توت، الشمس طلعت، عندنا مشاوير كتيرة النهاردة. صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا والدي. توت، هستناك النهاردة في سوق المدينة، ما تتأخرش عليا. من زمان يا والدي وأنا نفسي أنزل معاك مجمع الورش وأشوفك وإنت بتصنع در تاج الملك بإيديك. المكان ده يا توت هي واحة مصر الصناعية. هنا في ورشنا بنصنع أدواتنا بإيدينا، كل اللي بنحتاجه بنبنيه بنفسنا.
من الفخار والحديد والذهب والفضة وكمان الحجر. حتى كمان سلاحنا من السيوف والدروع لجيشنا العظيم بنصنعها هنا. هنا بيشتغل الصنايعية بحب وفن، بينحتوا التماثيل لتخليد ذكرى أجدادنا، وبيكتبوا التاريخ على جدران المعابد. إحنا شعب ما يعرفش الكسل ولا يعرف المستحيل. الصناعة والفن كتبنا اسمنا على الحجارة والذهب. فهمتك يا والدي، دي حاجة عظيمة جدا. ودلوقتي لازم أروح لأمي في سوق المدينة حالاً. أهلاً يا توت، وصلت في الوقت المناسب. شوف السوق مليان ناس وتجار من بلاد بعيدة جايين يشتروا مننا. إحنا المصريين عرفنا التجارة من زمان، وعلمنا العالم إزاي نبيع بصدق ونشتري بشرف. مصر هي الحضارة اللي بتربط كل حضارات العالم ببعضها من الشرق والغرب. التجار من كل مكان في العالم موجودين هنا، بيبادلوا بضاياهم ومنتجاتهم. سمعت جدودك بيقولوا دايماً التاجر الأمين محبوب من الكل. وعشان تبقى تاجر شاطر يا توت لازم اتعلم الحساب واللغات والكتابة، لأن اللي يعرف هو اللي يقدر يبني. العلم هو اللي بيخلينا نحافظ على مجد أجدادنا. عندك حق يا أمي، ودلوقتي أنا لازم أروح المدرسة، المعلم بانتظاري. أهلاً بيك يا توت، اتأخرت النهاردة على المدرسة. لازم تعرف إن العلم مش رفاهية، ده طريق للحياة نفسها. إحنا هنا بنتعلم الفلك علشان نقرأ السماء، بنتعلم الطب علشان نحمي الجسد، وبنتعلم الحساب والهندسة علشان نبني المعابد والبيوت والقصور. المعرفة هي ميراثنا الأعظم اللي ورثناه من أجدادنا. يومك بين أجدادك انتهى يا توت، لقد حان وقت العودة إلى عالمك لتكمل أنت الطريق. مالك يا توت؟ معجب قوي بآثار الملك توت عنخ آمون؟ الجولة خلصت، جاهز تكشف للعالم سر حضارة أجدادك المصريين؟ أيوة طبعاً جاهز، وكلنا كمان جاهزين نكشف للعالم سر حضارة أجدادنا القدماء المصريين.